داخویانی بورایا گشتی درباری ایدانا کرنا و پروستوت کرنا لدور هبونا هزن پارتی کارکرین کردستان لهرما کردستانی ام جنزیک آداری روشا خلق سویل و گندن دورا سینور پارێزگەها دهۆک و هەولێرێنە و دبینن ئەو بوو دەربەرکردنا و عواربوونا سەدەما دەربێن فرۆکی تورکی بەڕاستی پارتی کارکەری کوردستان دبن بۆ ئاوایەکی لەز و بەز شەڕ و ژەنگ بەرفەرەهتر دەبێ لەوێ دەڤەرێ دەبێتە سەدەما مشحەت بوونا زێدەتر و شەوتاندنە ملک و مال و زەوی و دکانێ وڵاتیە وان گوندان ژەبەر هەبوونا هێزێن پەکەکێ لەوان دەڤەران و ژێلایەکی دیڤە بەرزبوونا ڕەنگێ و ڕووبارێن هەبوونا پلانا لێدانا ئارامیە هەرێما کوردستانê bi rengekî hovana û pinakirin û kuşaliyê Partî Karkerî Kurdistan û êrişên li ser xelkê wan devera ji şewtandina mala û derberkirina û çavkirina xelkê sivîl ta ku gihiştiye wê astê êrişê hêzên pêşmergê Başûrê Kurdistanê bikinەوە. Ew pêşmergê li ser xaka xwe parastina wan devera herêma Kurdistanê dikin û jelayekî dîtir ve rabûna hinek aliyên bi navê lijnên aştî ji bo guharîtina rastiyê û kiryarên waqiî ew bi xwe dûrî coğrafiya deverêne bi hezarên mîlan ber li welatê Ewropa jiyan dikin û ber û vajê wê rastiyê diguharin li ser kîsê derberkirina û kuştina xelkê sivîlên wan devera. Diber cewandiya ecindatên û projên siyasî û povenda bo mabûna hêjên PKK û tedexula wan di karûbarên herêma Kurdistanê de bi sedema û intîhakatê nemirovana bûye sedem em wek kurêxrawên mafê mirov û komelekên sivîl di em vê daxuyaniyê ragihînin bi her rengekî wan kiryara û bi tundî şermezan dikin. Wa êrişên yek li dûvyekê PKK û hebûna wan di nava herêma Kurdistanê de ev dibêt êrişeke mezin li ser serweriya herêma Kurdistanê em evin li xwarê diyar emzekirina rêxrawên mafê mirov û komelekên sivîl li herêma Kurdistanê. Prostota wan dikin û bi dijwarî li ser wan kiryarên PKK li ser erdê herêma Kurdistanê û advirên girîna qurbaniya şerê xwe ji ber wê em daxwaziyê dikin ji raya giştî û komelekanê navdewletî û civata em nehiya hewl bidin û piştkarî bin bo hêlana hildana hebûna nerewa û asayî ya hêzên Partî Karkerî Kurdistan di nava axa herêma Kurdistanê de da û zor spas. بيان إلى الرأي العام للتنديد والاستنكار حول وجود قوات حزب العمال الكردستاني PKK في إقليم كردستان العراق. نتابع بقلق شديد ما يتعرض له المدنيون وسكان المناطق الحدودية في منطقتي دهوك وأربيل من تجهيز ونزوح بسبب الضربات التركية الموجهة إلى حزب العمال الكردستاني، وبتسارع كبير بدأت توسع رقعة الحرب في تلك المناطق مما أدى إلى ازدياد وتيرة النزوح وحرق ممتلكات وأرزاق سكان تلك القرى بسبب تواجد PKK هناك. من جهة أخرى بروز ملامح وجود مخطط لضرب وزعزعة أمن واستقرار إقليم كردستان العراق بشكل ممنهج ومبطن من قبل حزب العمال الكردستاني، ناهيك عن الاعتداءات على سكان تلك المناطق من حرق المنازل وتهجير المدنيين، بل وصل الأمر إلى مهاجمة قوات البيشمركة المتواجدة ضمن أراضي إقليم كردستان العراق. ومن جانب آخر قيام بعض الجهات التي تدعي
بأنها لجان سلام بتحريف الحقائق والوقائع، وهم بعيدون عن جغرافية المنطقة آلاف الأميال، بل يعيشون في دول أوروبية يشوهون الحقائق على حساب تهجير وقتل المدنيين في تلك المناطق لصالح أجندات سياسية وممنهجة لإبقاء تواجد وتدخل قوات PKK في إقليم كردستان. بسبب تلك الانتهاكات اللا إنسانية دفعتنا كمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى إصدار هذا البيان، وندين بأشد العبارات التدخل والهجمات المتتالية وتواجد قوات PKK ضمن أراضي إقليم كردستان، ونعتبره انتهاكا كبيرا لسيادة وسلامة إقليم كردستان. نحن الموقعين أدناه منظمات حقوقية ومنصات المجتمع المدني في إقليم كردستان نندد بشدة بما تقوم به قوات PKK ضمن أراضي إقليم كردستان وتحويل تلك المناطق إلى ساحة حرب لها. لذلك فإننا نطالب الرأي العام والمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل على إنهاء التواجد غير الشرعي وغير القانوني لقوات حزب العمال الكردستاني PKK داخل أراضي إقليم كردستان. مجموعة من منظمات والمجتمع المدني وشخصيات كردية